السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غنعطيكم 4 النقط، 4 العوامل مهمه بالنسبه للرخام. رخام سيلفيا، كما كتعرفوا رخام سيلفيا الثمن ديالو مناسب وكيطلع زوين وكيجي تيفتح لنا الكولور ديال الدار. يعني كيفتح لنا الكولور، كيفتح لنا يعني كيغير لنا المنظر في الدخله ديال الدار ولا الداخل ولا. يعني هو بالنسبه للثمن ديالو مقارنه مع بعض الاثمنه ديال الرخام اخرى، كنلقاو سيلفيا يعني متقارب مع الاثمنه. يعني دابا هاد سيلفيا دي كما كتشوفوا في الفيديو الثمن ديالها باش ركبتها هنايا ب 400 درهم. السلعه بالتركاب ديالها 400 درهم المتر كاري. كما كتشوفوا هنايا في هاد الفيلا هادي اللهم بارك فيها تقريبا واحد 80 متر كاري هنايا. يعني هنايا 8000 ريال المترو اللي هي 400 درهم المتر كاري. سيلفيا قبل ما نركبوها خصنا نعرفوا بانها عندها واحد النصائح مهمه. اول حاجه الرمله اللي غنركب بها سيلفيا تكون الرمله ديال البحر. هذه شرط من الشروط ديال سيلفيا. الشرط الثاني هي تكون السيمه بيضاء. والشرط الثالث هو القبص. والشرط الرابع هو المعلم يكون المعلم في المستوى. بسم الله على بركة الله. نبداو نهضروا على المهمة الأولى. الشرط الأول اللي هو الرملة ديال البحر والسيمة بيضاء. راه هما باش غنركبوا الرخام ديال سيلفيا اولا بالجعد اولا بيرلاتينيو اولا كارار اولا نوع من انواع الرخام اللي هي الكولور ديالها مفتوح. مثلا نبداو عندنا سيلفيا هنا في هاد الدروج كما كتشوفوا انا خدام فيهم كنركب فيهم اللهم بارك. الفورما انا مخلطه هنايا مخلط الفورما هنايا بهذا الشيء يقولوا له بالسيمه بيضاء والرمله ديال البحر، وكنركبوها بالسيمه بيضاء عاوتاني والماء كما كتشوفوا. السيمه بيضاء ماشي بالسيمه كحله في التركاب ديال هذيك الحريره اللي كندير الفوق، ولا السيمه غبره وكنرشها بالماء، كنديرها بالسيمه بيضاء. لحقاش السيمه بيضاء ملي كنركب عليها الدرجه، يعني الدرجه كتشرب في هذيك اللحظه اللي كتركب كتشرب هي الماء. هذاك الماء ملي كتشربو ما كتشربوش كحل، كتشرب ماء يعني الماء بالسيمه بيضاء والرمله ديال البحر. يعني ما غيكون بيض مثلا، يعني بيض في الصفر ديالها هي كيزيد يفتحها، كيزيد يعطيها واحد اللون زوين وكيزيدها واحد المنظر خلاب. يعني هذا الشيء اللي كاين كما كتشوفوا انتم، كما كتشوفوا في الفيديو. السيمه بيضاء الرمله ديال البحر مخلط بها فورما مع السيمه بيضاء. كما كتشوفوا الطريقه ديال التركاب كنديروا ستونطافير في الكونتر مارش، كنعطيو الفورما الماء مزيان كما كتشوفوا انتم تبارك الله. كما كتشوفوا كنعطيوها الماء مزيان، كنحطوا الدرجه ديالنا كنضربوها مزيان كتاخذ التوازن ديالها. ميزان الماء يكون الميزان هو هذاك، ما يكونش متكل تحت، يكون مايل لقدام كاع واحد 2 المينين. يعني كاع هاد العوامل هادو من الضروريات ديال التركاب. وثاني حاجه ملي نركبوا الرخام ديالنا سوا سيلفيا اولا بالجعد اولا شي رخام كما كان ركبناه في الدروج ولا في شي ارضيه ولا في شي حاجه، ولا بد العامل الثاني الشرط الثاني اللي قلت لكم هو القبص. ملي كنركب انايا الرخام ديالي كنشد الرخام ديالي كندير له القبص، كنحرحرو من الفوق وكنديرو كنغطي له الوجه ديالو بخطره. بصفه عامه الوجه ديالو ما يبقاش يبان، لحقاش كيكون خدام الصباغ يقدر بعض الاحيان يبان لك الشبريكول ديال البني تغوت البناي، يقدر في بعض الاحيان يبان لك الشبريكول ديال الزليج تغوت الزليجي. يعني ملي كنديرو حنايا القبص للدروج، يعني واخا يكون البناي ولا يكون الزليجي، يعني داك الدروج كيبقاو نقيين. ملي كنسالي انايا الدروج ديالي مثلا كيفيني الصباغ كيفيني النجار، يعني كلشي كيسالي. كنجيب صحاب الميناج كيقعدوا داك القبص كيديروا على الماء، ما كيديروا حتى شي برودوي اخر. برودويات حذاري من البرودويات، وياكم البرودويات. نعطيكم بعض المعلومات على هذا الشيء. راه كيوقع بزاف، كيكون نتوما بحال هكا في الفيلا كتجيبوا مثلا صحاب الميناج كيجيبوا برودويات كيصدقوا كيخويوك برودويات في الرخام، والرخام تيولي شهب وتيولي مطبع، وبعض الاحيان راه كيتحفر كيديروا برودويات ديال لاصيد المقاطع. يعني داك الشيء كامل كتضرب لكم في الزيرو. يعني اللي تصنت له الفيديو هذا الشيء هذا يقيدوا في دماغه مزيان. واحد النهار غتبغي تخدم شي دروج، ولا واحد النهار غيسهل عليك الله وغتبني الدار ديالك اولا الفيلا ديالك وغتبغي دير رخام وغتبغي دير بزاف د الحوايج،
عقل على هذا الشيء هذا. بالنسبه للرخام، منين تركب الرخام في الدروج القبص يكون حريره ويتحرحر، وملي نسالي الفينيسيو ديالي ونسالي داك الشيء نبغي نبين للدروج الوجه ديالهم، نخوي عليهم غير الماء. ملي نخوي عليهم مثلا اليوم بالليل نخوي عليهم الماء، لا غد ليه نغوت لهذاك الرخايمي اللي خدم ليا نقول له افلان اجي حيدي هذاك القبص، وغتزاد عندك واحد النسبه قليله ماشي بزاف، المهم واحد النسبه قليله، والله ما تزيد واحد النسبه قليله مثلا، واحد النسبه قليله ماشي بزاف، واحد النسبه قليله اللهم تزيدها. والمعلم ملي تيجي يحيد لك القبص وينقي لك الدروج ويدير لك الدروج يدير لهم السيراج ويبقى لك هذاك الشيء زوين. ولا تجيب صحاب الميناج راه وين غتجيب صحاب الميناج غتعطيهم، تجي المعلم حتى هو تعطيه اللي قسم الله، غينقي لك الدروج من القابص وغيدير لهم السيراج وغيوليو نقيين وغيوليو يلاه ركبوا جداد، وهكا غادا تكون الامور مزيان. هادشي هذا ديروه في دماغكم مزيان وعقلوا عليه ما تنساوش. بالنسبه للشرط الثالث هو الشرط ديال المعلم. المعلم يكون معلم في المستوى، يكون معلم زوين، يكون معلم حريفي تيخدم بيدو، ويكون معلم نيش، ماشي معلم بالفم ولا بالسنطيحه ولا بالمعلم ديال الوراق. الا شفت المعلم من الاحسن نشوف معلم تيخدم بيدو. الا بغيت هذاك الشيء يطلع ليا زوين، الا كنتي بالنسبه لك ماشي بياع وشري، نجيب معلم كيخدم بيدو غيخدم ليا داك الشيء زوين. ونزيد حاجه اخرى هي نخليه نكلفه بالمسؤوليه ديال الرخام. المسؤوليه ديال الرخام نشدو من عنده نعطيه له بتركابه بسلعته بكل شيء له، بشرط واحد نشوف الرخام اللي بغيت نقول له فلان بغيت من هذا الكاليتي ديال الرخام، ورجع اللور وغيجيب لك هذاك الكاليتي وغيجيب لك هذاك الشيء اللي بغيتي وغيدير لك خدمه زوينه وغتطلع لك الامور زوينه وواعره وغيعجبك الحال بزاف. الا شفتي المعلم ود مدينتك بالنسبه شوف على حسب. الا جيتي المعلم رخايمي بالنسبه لك مثلا بالنسبه لي انا في قنيطره وانت في اكادير، ما شويه بعيد الحال شويه، اولا في جديده، المهم الحال شويه بعيد. بالنسبه لك تشوف المعلم من تما كاينات الرخام تقداه. الا كان الرخام كانت عندك كميه كثيره جير تقدر الرخام من هنا من قنيطره، مرحبا والف مرحبا. كانت قليله تقدم من تما وقضي تما، واخا الثمن شويه عندكم زايد بالنسبه للمدن الاخرى. بالنسبه لي انا في قنيطره عندنا اثمنه زوينه وجد مناسبه في الرخام. مدن اخرى راه شنقول لكم، راه اللهم بارك راه كاينه واحد 50 درهم ولا 100 درهم في الفرق ديال الفرق في المترو، راه كاينه لحقاش بزاف ديال الناس تيصيفطوا لي في كومونتيرات ولا شي حاجه تقول لك فلان هاد الاثمنه ما كايناش، اثمنه خياليه. تحداك ولا تحداني جي القنيطره وشوف واش تلقى الاثمنه اللي كنعطيك ولا ما تلقاهاش. وقيد هذه في دماغك ولا قيدها في شي دفتر ولا قيدها في شي دفتر، ما علينا. شوف المعلم يكون زوين ومعلم في المستوى، المعلم اللي يدير لك خدمه نقيه وما تشطرش معاه بزاف على الاثمنه في خدمه اليد، خصوصا خدمه اليد. مثلا نعطيك مثال، مثلا انا الرخام ديال السيفي لقيته داير 300 درهم، سلعه زوينه نقيه لقيتها دايره 6000 ريال. غنمشي عند المعلم لا يخدم لي بيدو، شي معلم زوين نقول له فلان شحال تخدم لي هذا الرخام هذا؟ يقول لك مثلا نخدموك ب 10000 ريال ولا ب 9000، يعني ميزو. قول له شوف لقيت هذا الرخام هذا، قول له واش مسلكك هذا الرخام لقيته ب 300 درهم؟ يقول لك مسلكني. لقيتيه ب 300 درهم يقول لك مسلكني. هو عنده واحد 20 درهم ولا 10 دراهم عليك نتايا في الديفونس، عنده طبيعه الحال ما غتسلكو. مثلا الرخام كيركب 150 درهم 120 130 درهم المتر كاري، كتقلب لي انت بعض المرات كتخدم ب 50 درهم 30 درهم 70 درهم على حسب الحجم وعلى حسب الكميه. غتقول له ها البلينته شحال، ها الكليماير شحال، غترصيو الثمن ديالكم. الثمن باش لقيتيه باش غتعطيه للمعلم غتكونوا على تراضي وغتكونوا ان شاء الله بخير، وان شاء الله الخدمه غطلع لكم نقيه وغطلع لكم خدمه زوينه. كنهضر لكم على هذه الاثمنه هذه وكنهضر لكم على هذه المسائل هادو لحقاش هذا الشيء هذا غيجي واحد النهار وغطيحوا في هذا الشيء هذا. ونتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه ما هضرتش عليها. نتمنى نكون تكلمت لكم على هذا الشيء اللي خدام فيه. كما كتشوفوا حنايا انا خدام في هاد الدروج هادو، كما كتشوفوا رانا مشيت خطوه بخطوه درجه بدرجه، وفي نفس الوقت درت لكم فيديو ودرت لكم طريقه الشرح عليه باش انت تتبع الفيديو وفي نفس الوقت تصنت للشرح. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبك، ونتمنى ما تبخلش علينا بدك الجيم وداك اللايك وبارطاج. ولا عجبك الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالك. وكما كتشوفوا حنايا ركبنا هنا
سيقناها بالسطل وبالبونجا كما كتشوفوا تبارك الله. شوفوا الدروج كما جاو كيجاو اللهم بارك. بالنسبه لهاد السيلفيا هادي راه كاينين 3 الانواع ديال الرخام اللي هما في الثمن ديالهم تيتشابهوا. بلا ما تبقاو تقارنوا هذا مع بيرلاتينيوم، هذا ما كيطلعش بحال بيرلاتينيوم. واش فراسك بيرلاتينيوم كيدير ما بين 700 درهم حتى ل 800 درهم غير السلعه؟ واش فراسك سيلفيا كدير ما بين 280 حتى ل 300 درهم السلعه؟ واش اخبارك كاينه سيلفيا وكاين بجاد وكاين تازا باش هاد الثلاثه اللي كاينين في المغرب اللي نفس اللون ونفس الثمن تقريبا، واثمنه فيهم رخيصه وزوينه. انا بالنسبه لي انايا الرقم 1 سيلفيا، الرقم 2 بجاد. تازا ما ننصحكمش ديروها لا في الارض ولا في الدروج، ديروها غير في الفرصاطه ولا في الحيوط. وهو هذا الشيء اللي كاين. ونتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى لكم ساعه طيبه، ونتمنى لكم احوال طيبه. اعنكم الله ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.